مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة، والحقيقة حلقة اليوم باش تكون حلقة مؤثرة للغاية. اليوم باش نحاولوا نعديو لقطات من برنامج ما بيناتنا، وتحديدا الحوار اللي دار ما بينات علي الشابي وخوه عبد الرزاق الشابي، واللي كان مشهد مبكي ومحزن برشا برشا، وخاصة كلام عبد الرزاق وقت اللي قال لخوه: أنا يا علاء قسما عظما حياتي وقفت تماما بعد وفاة أمي. اخواني، قبل ما نبداو في بث اللقطات ما تنساوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل، وتدعمونا ايضا بالاعجاب متاعكم. عندي حتى حاجة فرحتني من 28 ديسمبر 2004 بعد رحيل أمي، نحس أجنحتي الكل تقصت، نحس اللي أنا قسما بالله حياتي وقفت في النهار هذاك. أنا عندي حزن وعندي ألم كبير برشا، وعندي حب للنساء الكبار الكل، لأني وكأني رافيهم صورة أمي وصورة الأم. أنا ما استمتعتش بها، ما حسيت روحي فقدتها بكري، عليه فقدتها معناتها بكري. عليه هكا عليه. نواصل عبد الرزاق، هاي نجي. على كل عليه اللي على غالب يدخل المهني في الخاص بارفوا. نفصلوا. لا، نحب نقول حاجه مهمه. تفضل. انا امي وقت توفات ما يصيرش راه نخاطب الجمهور ولا عليه ولا. وقت امي توفات كانت نمشي لها تقريبا يوميا في الليل، تسهر تستناني ساعتين تاع الليل. امي تسهر كيفنا نحن. عاد ديما تقول لي يا عبد الرزاق علاش ما تدخلش للتلفزه؟ امان في بالك كنت تدخل للتلفزه تعمل حاجه؟ عاد مسكينه توفات وانا مازلت ما دخلتش التلفزه. كانت تمن اللي في يوم ما، والله العظيم مش تقول لي يا عبد الرزاق راهو نجيب الخطاب كان عنده صدق، راهو الصدق هذاك راهو عندك انت. كنت ادخل للتلفزه تشوف ايش تعمل، ولكن الله يرحمها توفات.